ايه ده؟ عاشوا ياما فيها كتير في ساعة السباق طلعوا مركز أخير يا شايفين كبرهم خطير ما يعرفوش ان ده كان اثر تخدير يا وانا قاعد هنا بتفرج بفكر في اللي ممكن يحصل لما اتغر الافكار ممكن تتسر ما بقتش حاسس بالامان زي كل مرة لا ما بقتش حاسس بالامان لا بفكر فيها قبل ما انام هل دي ممكن تكون احلام وبقى 0% انسجام وايه كمان ودلو هنا عبي خالص في الميزان ظلم رافع عدل نازل باللسان نص العمر في الضلمة ولسه ما شفناش النار عشان نحمد ربنا على كل اللي بيجي ويزول ما بصيناش لغيرنا عشان احنا اتربينا على الاصول وتسجل في مدرسة الحياة كل الايام حضور كل وقت في كل يوم دايما موجودين بس انا لسه الون نفوس الوسخة زي ما هي لسه نفس لون الدنيا دي مسرحية قوم اقفل التلفزيون وعادي نتكلم مش عادي نمنعها اصواتهم كتيرة ولازم تسمعها بس العلبة دي مين اللي فتحها لا مش ممكن ده نفس الشخص اللي باعنا والصب ماضي عليها عشان جد متأخر نفس التون العالية اللي تخليك تتوتر الحالة بتيجي تقفل والدماغ بتفكر هل ممكن الوضع يسوء عن كده اكتر لا أبالي لا حقيقي لا أبالي كل اللي عيني شافته كان زمان بيجي في بالي حاجات كانت في البال عادي بقت قدامي والثانية بتعدي تجري وتجر يوم ورا التاني والدنيا بتمشي وانا واقف مكاني عايز اوصل لربع عالية واتحول لليفل تاني بعد ما راحت مني كل حاجة تهدي كل حاجة تعادي بقت موجودة بشكل عادي عاشوا ياما فيها كتير في ساعة السباق طلعوا مركز أخير يا شايفين كبرهم خطير ما يعرفوش ان ده كان اثر تخدير وانا قاعد هنا بتفرج بفكر في اللي ممكن يحصل لما اتغر الافكار ممكن تتسرب ما بقتش حاسس بالامان زي كل مرة